5 أنواع ديال البنات خاصك تهرب منهم قبل ما تطيح في الفخ. السلام عليكم خوتي، أيلا كنتي ناوي تصاحب ولا تتزوج ولا غير كتفكر في الدراري؟ ركز معايا، راه كاينين بعض البنات أيلا طحت فيهم غادي تلقى راسك كتنعس وانت كتهضر مع المحامي ديال الطلاق. النوع واحد، درية انستغرام، حياتها كلها ستوريات فلترات، دوزيام طابق في القهاوي وشعارات ديال I deserve the world. كتعيش في الانستغرام أكتر من دارهم، كتشوفك سبونسور ماشي راجل، إلا ما كاش عندك طونوبيل وكاميرا راك اوت اوف ستوك. الهروب واجب. النوع 2، الدرية الضحية الرسمية، دايما مظلومة. صاحبي الأول ظلمني، العائلة ما كتفهمنيش، البنات كيحسدوني، دايما كتقلب على من يحضنها معنويا ولكن بلا مقابل. كتمتص الطاقة ديالك بحال فامباير ديال دراهمك، راه ماشي الدكتور النفسي ديالها. هرب. النوع 3، المثقفة فايكة، كتدير فيها واعية، أنا مستقلة، أنا نيتشي، أنا باغا نبني ذاتي، ولكن إلا حسبتي كتقرا غير عناوين الكتب وما عندها حتى سيلف أويرنس. كتأمن بالمساواة ولكن تبغي راجل يخلص الكروسة العشاء والسيروم البروباغندا هادي. هرب. النوع 4، الدرية اللي كتبدا لصحابها كل سيمانة، اليوم مع وليد، غدا مع رشيد، بعد غدا كتشكي من الحب السام، وعند هذاك الجملة الخرافية أنا ما كنبغيش نعيشو بلا حب، بحال شبكة واي فاي عمومية كل شي فات منها. هاد النوع خط أحمر. النوع 5، درية ماما، أي قرار كتديه ماماها، ماما قالت ما تعجبهاش اللباس ديالك، ماما كتقول لك خاصك تخطبني قبل الصيف، راك غادي تزوج الأم ديالها ماشي هي، خاصك تصاوب معاها موعد في دار العائلة ماشي كافي. أي إلا بغيتي الحرية هرب قبل ما تدخل القفص العائلي، راه ماشي كل شيء البنات بحال، ولكن أي إلا دخلتي للغابة بلا ما تعرف أنواع السباع راك غادي تخرج بلا سروال. خلي تعليقك واش سبق ليك طحتي في شي وحدة من هادو ولا شفت شي نوع آخر خاصنا نزيدوه.